الحالة من الظلم يمارسها اليوم بعض الأزواج. اتصلت بي إحدى العوائل، قالوا أريدك بجلسة صلح. يا بي صاير قالت البنت تريد تطلق من زوجها فترة الخطوبة، فترة العقد. ليش؟ أنا طلبت البنت محضر أهلها حتى أستمع إليها وبعدين أستمع للشاب. قالت سيدنا هالرجال أطلع وياه نتسوق، يعبي العربانة نصها أغراض لفوق، نصها أغراض. أدور عليه وقت اللي يجي بنجي نحاسب، الرجال ما شاف وقت. اتصل عليه ما يرد، اضطر ايش؟ اني احاسب. بعد ربع ساعه 10 دقائق يطلع في وجهي، وين نروح؟ في الحمام. حاسبتي؟ يلا مشينا. وتتكرر الحاله، تقول مره في الحمام، مره نسيت مفتاحي في السياره، مره ما ادري وش صار لي. زين تقول وين اطلع يا اسوي لي هالسالفه؟ سواق مطعم، هذه حالتي. قالت هالشكل يعني احنا بعدنا على البر، يعني بعدنا فتره الخطوبه وهالشكل. هسه بعد الزواج شو يسوي؟ الرجال طبعا في شنو؟ راتبه، موظفه له راتب، ويريد يخلي الجمل بما حمل على منو؟ على المرأة. دير بالك مالك ولاية على مال زوجتك. انت كرجل مالك ولاية على مال زوجتك، لا يجوز لك ان تاخذ ريال منها الا